السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. رجعت وياكم اليوم فيديو قصير وسهل وسريع. راح اسوي لكم اليوم حلاوة الشعرية العراقية. طبعا حلاوة طيبة كلش وسهلة وسريعة، وهي تراثية اصلا قديمة كلش. راح اسويها على طريقة والدتي الله يرحمها. شنو نحتاج هنا شعرية، نحتاج كشمش، كانت الله يرحمها تضيف لنا الكشمش على الشعرية كلش طيب يطلع. ونحتاج هيل انا دقيتها بالهاون مثل ما كانت هي تسوي. ونحتاج هنا عطر مي الورد، ونحتاج هنا السكر. هسه راح نبلش باول خطوه اللي هي شنو. راح حبيباتي خلينا زيت، وخلينا طبعا الشعريه بعد انتم حسب الكميه اللي تردوها. انا شويه اليوم سويت نص كيلو شعريه حتى راح اسويها ثواب الليله الجمعه للاموات والوالدتي الله يرحمها. وراح اطلع من عندها للجوارين شوفوا، والباقي للبيت. راح اخلي فد شنو، راح اخلي لها رشه ملح. هاي رشه الملح بالحمص شنو راح تنطينا فد يعني طراوه للشعريه كلش حلوه. راح اطبخها اليوم بطريقه والدتي الله يرحمها. وشوفوا انتوا بعد حسب طريقتكم او شويه بيها اختلاف راح تطلع ان شاء الله كلش طيبه. هسه لما اكمل تحميص راح اطول عليكم واسويها كلش جوزي وذهبيه الالوان. شوفوها ان شاء الله ارجع لكم. شوفوا عزيزاتي هسه الشعريه مالتنا وصلت لهذا اللي يعني هاي الدرجه. هسه شنو راح نضيف؟ راح نضيف الهيل، راح نضيف المي عليها، وراح نضيف قطرات من روح او يعني خلاصة المي ورد، زيت المي ورد. شوفوا هسه راح نضيف عليها المي. طبعا احنا مقلدين شوفوا حبيباتي صراحة البخار. هسه راح تشوفون راح نسويها بالضبط نفس طريقة التمن. شلون التمن لما نخلي له مي على ارتفاع نص اصبع، يعني نص عقلة الاصبع. شوفوا فشي بسيط فوقها. وراح نطبق المي بيها، نطبقها ينشف المي وارجع. شوفوا عزيزاتي هسه نشفت عندنا الشعرية كلش، نشف المي مالتها. طبعا البخار قاعد يعرقل التصوير. هسه راح اقلل النار عليها وشنو واخلي عليها الزبيب او الكشمش. شوفوا هاي خليت الكشمش، ولاحظوا لحد الان اني ما مخليه الشكر. راح اهدرها تهدير مضبوط اهدرها. ومن تهدر هاي حتى الفتحه مالت القبق مالت الغطا القدر راح اغطيها غطاء محكم عيني. وراح اخليها ان شاء الله وارجع لكم. انا لسه ما ضايفه الشكر. شوفوا عزيزاتي باعوا الحلاوه مالتنا كلش نشف ميها واستوت ما شاء الله. شوفوها شلون صارت. طبعا هذا البخار ما قاعد يخلينا نشوف. انا مقلله النار كلش عليها. شوفوها شلون استوت، شوفوها شلون صارت لينا. طبعا كلش حتى الريحه مالتها كلش طيبه. هسه راح ابدي قللت النار كلش وراح اضيف السكر. بعد انتم السكر حسب ذوقكم وحسب الكميه اللي مخليها واللي تردون تسووها. هسه راح اقلبه تقليبه هالشكل كلش زينه، واقبقه واخليه هالشكل 5 دقائق على نار كلش قليله، وراح ارجع لكم. شوفوا حبيباتي هسه كملت عندنا الحلاوه. شوفوا ما شاء الله شلون طلعت. طبعا ما خليتها اكثر من دقائق على النار، يعني على نار كلش هادئه بعد ما ضفت السكر. شوفوا هي مستويه طبعا، بس السكر اريده ياخذ شويه يعني تشرب من الحلا. شوفوها ما شاء الله. طبعا هسه راح اخليها بماعين التقديم وازينها واراويكم اياها. حبيباتي هذا الشكل النهائي لحلاوه الشعريه اللي سويتها وياكم بالشعريه والكشمش. باعوها والهيل والمي ورد ما شاء الله. طبعا ريحتها فشي مو طبيعي، وشكلها وطعمها كلش طيب. سووها ان شاء الله ما راح تخسرون. ان شاء الله تكون وصفتي لهذا اليوم نالت اعجابكم. راح نهديها للاموات اليوم ونوزعها ونطلعها للجيران. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. ولا أن ألتقيكم بوصفات ثانية وسهلة وسريعة. تحياتي لكم.